حلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالي بقى مخليكي تفتحي محل بلبن تاني. شوفوا بقى الاختراع ده بقى. شوفوا دوت كوباية سكر عليها ربع كوباية مية. هنسيبها كده على النار لغاية لما تكرمل. شوفوا يا جماعة بدأ يعمل ازاي، يدخل في الغمام. هنا بقى هنحضر جنب نص كوباية مية عليها معلقة نشا كده. نبتدي نقلبها وندوبها كويس قوي كده. هو اللون هنا يبدأ اهوت يغمق. هننزل كوباية المية والنشا. نبتدي بقى نقلب يا جماعة. ابقى امسكوا معلقة خشب، هو هيتكتل معاكي. انت هتفضلي تعملي كده تدوبي، هو هيدوب. يعني انت اصبري عليه على نار هادية هيدوب معاكي. ويستعملوا معلقة خشب علشان ربنا يسلمكم يا رب. اهو شوفوا بدأ زي المهلبية بالظبط. ازاي انت هتقعدي تقلبيه لغاية لما يبقى كده. انا هنا بقى هضيف نص كوباية لبن. انت عايزة تضيفي مية براحتك، انا عايزاه يعني عشان تبقى طعمها احلى. فانا هضيف اللبن كده وادوبه لغاية لما تبقى قوامها حلو، لا تخينة قوي ولا خفيفة قوي كده بالمنظر ده. هنا بقى القوام كده بقى تمام. هنبتدي بقى نولع الفرن نشتغل بقى في اللي احنا هنعمله. تعالوا شوفوا بقى المكون السحري اللي احنا هنحطه فيه، حاجة جديدة من نوعها. تعالوا بقى نشوف. هنا بقى معانا بيضتين، حبة فانيليا، كوباية الا حبة كده سكر لان في كراميل هيتحط فوق الوش، ربع كوباية دي نشا، نص كوباية لبن كده اهي، نفس الكوباية دافيانة، نفس الكوباية، كوباية دقيق، كله على بعضه. ده بقى المكون السحري. ده بقى اللي هو محسن كيك جيل، بيتجاب من عند اي حد، عطار، مستلزمات حلواني، اي حد. نروح منزلينه كده ونبتدي بقى نشغل المضرب الكهربائي وكيس البيكنج باودر. استنى ما نحط كيس البيكنج باودر كمان. هنا بقى حطيت كيس البيكنج باودر. هنا بقى مش هينفع الا بالمضرب الكهربائي كده. هنخلطها مع بعض عشان بس الدوشه وارجع لكم تاني. يا جماعه ده بعد ما خلطتها خلاص تبقى عامله كده. ده من اسرار المكون السحري اللي احنا حطيناه، شبه الكريم شانتي كده. دلوقتي بقى هنحطها في صينيه ونبتدي ندخلها الفرن كده. انا حطيتها في صينيه اهو. هبتدي بقى ان ادخلها في الفرن وما تطلع بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. اما الكيكه تطلع هنبتدي نعمل كريم شانتيه، عليهم معلقتين لبن بودره، عليهم معلقه سكر، لان الكريم شانتيه انا جايباه خام، مش اللي هو اللي كاس، لا جايباه خام من عند العطار. هنضربهم مع بعض وارجع لكم تاني. ده الكريم شانتيه بعد ما ضربته. طبعا يا جماعه انا بضربه بلبن مثلج. انت عايزه تعمليه بميه بس تبقى مثلجه برضو، انت وراحتك. هنبتدي بقى نجيب الكيكه ونحط عليها اللي احنا عملناه دوت ونشوف المنظر في الاخر هيبقى ازاي. دي الكيكه يا جماعه بعد ما خرجت. طبعا انا اختبرتها اهوت بسكينه كده. هنبتدي نجيب اللبن اهو ونسقيها بقى كلها باللبن كده. بعد ما سقناها هنجيب بقى الكريم شانتيه كده نوزعها عليها كلها من اولها لاخرها. دي كده خلاص. بعد ما حطينا عليها كريم شانتيه بقى هنبتدي ان احنا ندخلها الفريزر عشان ما نيجي نحط طبقه الكراميل ما يتخلطش الكريم شانتيه مع الكراميل. فكده هندخلها الفريزر لغايه لما ينشف شويه الكريم شانتيه وارجع لكم تاني. بعد ما خرجت اهيت وصوص الكراميل اللي حطيته عليها، هبتدي بقى امشيه كده بالصينيه كله هيمشي اهو. هنا بقى هبتدي نحط كريم شانتيه في كيس. هبتدي بقى اعمل خطوط كده اهو. عشان بصور بايد واعمل بايد فمش ملكه. هنعمل خطوط. شو يا جماعه اهو انا عملتها خطوط. مش عارفه الصوره غامقه ليه اهي كده انت واضحه. عملتها بقى اي سكينه عندك امشي بقى بيها كده رايح جاي بعد خطوط الكريم
كده تديلك ايه منظر. خلة بقى زي ما انت عايزة اهو. بس كده، وهندخلها بقى التلاجة وما تطلع بقى نقدمها مع بعض. شكلها تحفة بصراحة. ها يا جماعة بعد ما طلعت هنقطعها بقى سوا كده مع بعض اهو. على فكرة اصلا ريحتها قلب الدنيا. ايه الحلاوة دي بجد، ايه الحلاوة دي. ايوه بقى رجعنا للوصفات. ايه الحلاوة دي. وده سر المكون السحري اللي انا قلت لكم عليه. يلا شوفوا بقى كمان، شوفوا الحلاوة. والله بصوا ريحتها تحفة تحفة تحفة. يلا جربوها بالطريقة دي. وما تنسونيش بقى في لايك ومتابعة للصفحة. وما تنسونيش كمان في كلمة حلوة منكم. اشوفكم على خير. باي باي.